العراش، كاتب عام لوزارة الفلاحة. اليوم أنا سعيد جدا بالتواجد هنا في الملتقى الدولي للفلاحة للتفاح بمدينة في نسخته الرابعة. كما تلاحظون أن المعرض خدا واحد الحجم أكبر من سنة لسنة، مما يدل على يعني التطور ديال هذا المعرض والإقبال الكبير اللي كيعرفوا. في السنة الفارطة تعدينا 70,000 زائر، وهذا العام كنتمنوا ان شاء الله اننا نفوتوا العتبه ديال 100,000 زائر. سلسله التفاح مهمه، عليها اقبال، عندها واحد الدور كبير كتلعبوا في المنطقه وعلى الصعيد الوطني. في المنطقه ديال زراعه الفيلات، خصوصا في ميدان هي سلسله مهمه فيما يخص انتاج، فيما يخص القيمه المضافه وانتاج الثروه والدخل ديال الفلاحين بصفه عامه، وفيما يخص كذلك خلق فرص الشغل. عندها واحد الاهميه كذلك في خلق واحد الديناميكيه اقتصاديه في المنطقه ديال الميدلت، وهذا الشيء علاش كنديروا هذا الملتقى الدولي التعاونيات ديال المنتوج ديالها، لان الانتاج كاين خصنا نسوقوه، ولكن خصنا نتمنوه بدخل افضل للفلاحين. وكنتمنوا ان شاء الله مستقبل احسن للفلاحه في هذه المنطقه بفضل هذه الامطار الخير كما قلت اللي عرفتها المنطقه. وشكرا. جمال ميموني، المدير الجهوي سلسله التفاح ولا التنميه المستدامه لسلسله التفاح في المناطق الجبليه، اللي هو ملتقى جد مهم من ناحيه اولا رد الاعتبار لهذه السلسله، لان سلسله جد مهمه في المنطقه، كتشغلنا، كتخلق لنا واحد 2.2 مليون ديال يوم عمل بالجهه ديالنا، كنتكلم بصفه عامه عن الجهه، وهو مصدر الدخل ديال واحد 60,000 نسمه في على صعيد الجهه. عندنا انتاج الحمد لله جد وفير، كنساهموا في الانتاج الوطني بواحد 60%، لانها قلنا هي جد مهمه. الاقليم المتميز في هذا الانتاج
ديال التفاح هو اقليم ميدلت اللي كيشكل واحد 70% من المساحه. عندنا واحد 20,000 هكتار في الجهه، 70% متواجده في ميدلت، وبالتالي الملتقى كان خصو يدار هنايا اللي كنديروا هنا. هذا الملتقى جد مهم، فيه بزاف الاقطاب. كاين القطب ديال المنتوجات ديال التفاح، القطب ديال المنتوجات المجاليه، القطب المؤسساتي، القطب ديال المكننه الفلاحيه، وكاين كذلك القطب ديال الخدمات الفلاحيه، وكاين واحد القطب ديال الاستشاره الفلاحيه للفلاح. كذلك موازاه مع هذا المعرض هذا كيكون كندوات ورشات لفائده الفلاحه والتعاونيات، وكاين كذلك ندوات علميه اللي غادي تساعدنا باش ننميو وباش نطوروا هذا الانتاج اللي كما قلنا مهم ديالنا. هذا الانتاج هذا العام عرف واحد الشغل جد بسيط، وصلنا ل 225 طن. عاده كنديروا 810، ولكن كما عرفتوا ان توالي سنوات جات 14 سنين، هذه 7 سنين تقريبا ما كناش باش نديروا واحد الانتاج جد وفير. ولكن الحمد لله هذا العام كما شفتوا كانت فرصه مهمه اللي كان عندها واحد التاثير جد ايجابي على الفلاحه بصفه عامه، لا على المراعي لا على الاشجار ديال التفاح. الادهمها الازرقها. ارحب بالسيد الكاتب العام لوزاره الفلاحه والصيد البحري، وكذلك السيد المصطفى النوحي عامل صاحب الجلاله على اقليم ميدلت والوفد الرسمي المرافق له. هذه الصربه المتميزه هي مدينه ارفود، اذا دائما في الملتقى الوطني للتفاح في نسخته الثانيه. اذا نشكر للسيد عامل ممثل صاحب الجلاله والسيد الكاتب